في عالم الفن واللوحات في حاجات خرافية، في حاجات عظيمة زي لوحات العظيم فان جوخ وليوناردو دافنشي والموناليزا. النهاردة احنا معانا جوبا، فنان الأصم الكئيب المنعزل عن العالم، صاحب أكتر اللوحات السوداوية الكئيبة السريالية في التاريخ، وهي اللوحات السوداء. لوحات كئيبة طلب عليها طابع اللون الأسود الداكن والألوان الداكنة عموما. صور مناظر مخيفة وسريالية من الحقبة بتاعته. ده كان رسام أسباني، فده فرانسيسكو خوسيه دي جوبا. فلو أنت من الناس اللي القصص دي بتشدهم وبتحب اللوحات، كمل الفيديو للنهاية، وما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك في القناة. اكتب لي في التعليقات أي أفكار، ويلا نبدأ الفيديو. سنة 1741 كانت رائد المدرسة الرومانسية في الرسم العائلة متواضعة، ودرس الرسم على إيد أشهر الرسامين في القرن ال18 وال19، وخلال الفترة دي بقى واحد من أشهر الرسامين في أسبانيا كلها. اتجوز سنة 1773 أو 74، وزوجته كانت دايما بتحمل وتجهض، وبس ولد واحد ليه هو اللي عاش. خلال سنة 1786 بقى من أفضل الرسامين في البلاط الملكي الأسباني ورسم الحياة الأرستقراطية في أسبانيا، وبقى واحد من الرسامين الملكيين. وسنة 1793 بيمرض جوبا بمرض خطير ومحدش كان عارف يفسره وقتها، فقد السمع بتاعه وفقد شغفه تجاه الحياة والرسم. اللي خرب حياته أكتر وأكتر إن أسبانيا سنة 1803 دخل عليها نابليون بونابرت، ودخلوا في حرب معه، ومن هنا رسوماته بدأت تبقى أشد ظلمة وقطامة وكآبة وحرق ميتين كده. سنة 1819 جوبا كان بيدور على بيت، فلقى بيت مرمي في الغابة لوحده منعزل تماما، واشتراه من شخص أطرش أصم زيه زي جوبا. جوبا ساعتها اتشفى من المرض، لكن الفقدان السمع بتاعه لسه زي ما هو. أيوة، كان فقدان السمع حاجة والمرض اللي عنده كان شيء تاني خالص، لكن فقدان السمع عنده لسه زي ما هو، وهو اتشفى من المرض بتاعه. بعد ما سكن البيت شخصيته اتغيرت 180 درجة. خد الدور الأرضي بتاع البيت وبدأ يرسم على كل حيطة من حيطان البيت رسومات كئيبة سوداوية زي ما قلت لك، وفيها كمية ديستوبيا بشعة، وفيها كمية حاجات مرعبة غريبة، وكل ده بسبب الحرب والوحدة والمرض والفقر وحاجات كتير، إلا إن هو ما كانش فقير جدا يعني. واللوحات دي اتسمت باللوحات السوداء. الباكج دي من اللوحات اتسمت كده لأن هي كانت مشاهد وحشية، سحر، أرواح، ناس ميانين، مشاهد جت، أشخاص نساء ورجال بيضحكوا بطرق شيطانية غريبة، وشخص بيأكل جسم ابنه. سنة 1823 خلص كل اللوحات بتاعته واتبرع لحفيده اللي كان عمره 17 سنة بالبيت بتاعه، وبعديها هرب لفرنسا. وسنة 1828 بيموت جوبا في فرنسا وهو مستخبي ومحدش يعرف عنه حاجة، ومرجاش لبيته المنعزل اللي طلع فيه أكثر الفن الكريبي الغريب المرعب، يعني ما شافوش. جوبا ما قدمش تفسيرات أو أسامي للوحات بتاعته، ساب الناس هم اللي سموها. كان بينام قصاد اللوحات بتاعته وبياكل قصاد اللوحات بتاعته، وخصوصا لوحة ساتر ياكل ابنه. رسم اللوحة دي على جدار غرفة الطعام وبقى بياكل قصادها وهو بيتأملها. انت متخيل انك انت بتاكل قصاد اللوحة دي مرسومة على جدار؟ اوكي. اللوحة دي بتصور الرمز الروماني ساتر، هو بياكل ابنه او بيفترس ابنه، لان هو كان بيخاف ان اولاده يكبروا وينزلوه من على العرش بتاعه وياخدوا منه الحكم، وعشان كده كان كل ما طفل يتولد له ياكل وهو بيتولد. فجوبا بقى كان راسم اللوحة دي اللي بتعبر عن الشيء ده وبيقعد ياكل قدامها. هو في شيء ويرد اكتر من كده يعني. في لوحة تانية وهي لوحة اجتماع الصح. زمان كان السحر من اكتر الحاجات اللي بيصدقوا بيها في اوروبا، واوروبا كانت من اكتر الاماكن اللي بتصدق في السحر في الفترة المظلمة والعصور المظلمة بتاعتها. كان في محاكم تفتيش بتدور على السحرة والساحرات وتاخدهم تحرقهم. حضراتهم واخدين ستانيس براسيون قدوة، يعني ما شاء الله. دي اللوحة اللي عبرت عن الحوار ده، ونظرا لأهمية اللوحات اللي زي كده اتنقلت على قماش سنة 1873، ودلوقتي في متحف برادو في مدريد اللوحات دي موجودة وبتعرض. أيا كان السبب في جنون جوبا، إلا إن هو كان فنان عظيم، سواء بقى كان السبب ده المرض، الفقر، الوحدة، الحرب. المهم إن جوبا كان فنان عظيم، فنان مبدع، ومن رحم المعاناة بتاعته اتولد الفن، وده بالرغم من تعاسته اللامتناهية. فبس كده، لو عجبك الفيديو خليني أنا مش تعيس واعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس وخلينا على الكل علشان يوصلك كل فيديو أول ما ينزل. ولو أنت من محبين المحتوى ده اعمل لايك، اكتب في التعليقات أفكار تانية مشابهة وقصص
او عناوين لقصص عن اللوحات اللي زي كده والفنانين. وبس كده، استناك في الفيديو القادم، وسلام.